عندك ألم في كتفك من قدام، بس مش بس في كتفك، لا ده كمان مسمع في دراعك كده من قدام. الألم دوت اللي انت لو جيت وحطيت كده دراعك في المكان ما بين صدرك وما بين دراعك وجيت هنا كده وضغطت، هتلاقي الألم زاد عندك جدا، وهتلاقيه انتشر في كل كتفك من قدام وكمان دراعك. الألم دوت اللي بيظهر عندك وبيزيد جدا لو انت شايل حاجة وبتحرك دراعك. يعني مش بس لو انت بتحرك دراعك تمام الوجع هيزيد عندك وهتحسه، ولكن اكتر لو انت شايل حاجة وبتحرك دراعك الألم هتلاقيه عندك ظاهر جدا. المشكلة ديت اللي اكيد طبعا تعباك ونفسك تتخلص منها. عايزك بقى تطمن، عشان ان شاء الله في الفيديو دوت هقول لك على السبب الخفي اللي عامل عندك ألم في دراعك وكمان في كتفك، واللي اهم من انك تعرف السبب طبعا ان انت تعالجه. وعشان كده ان شاء الله هنعمل مع بعض عملي دلوقتي، تمارين بسيطه جدا تقدر تعملها ان شاء الله في اقل من 10 دقائق. لما تمشي عليها هتلاقي ان المشكله عندك قلت تدريجيا لحد ما تختفي تماما ان شاء الله. وببساطه جدا عشان ما اطولش عليك، الالم دوت والمشكله ديت موجوده نتيجه التهاب في عضله البايسبس، التهاب في وتر عضله البايسبس. ببساطه جدا هنعتبر ان العظمه ديت كده لسه موجوده هنا، وتر من الاثنين بتوع عضله البايسبس، العضله اللي قدام هنا دي كده بيكون ماشي في الجروف ده كده او في الفحره دي وطالع كده ماسك في مفصل الكتف عندك. الوتر ده بقى بيحصل فيه التهابات، الالتهابات ديت لما بتحصل فيه هي ديت بقى عندك اللي بتؤدي للالم اللي في كتفك والالم اللي في دراعك وكل المشاكل دي اللي بيخليها يحصل فيها التهابات. الوتر دوت ببساطه جدا اول حاجه ان انت تكون بتحمل على دراعك كتير، بتشتغل عليه كتير، طبيعه شغلك بتشيل حاجات وتحطها وتمسكه فبتحمل عليه كتير، او ان انت بتكون بتلعب رياضه فيها برضو استخدام كتير لدراعك دوت كده اول سبب. تاني سبب ان يكون العضلات اللي هي مخصصه لكتفك عشان خاطر تثبته فيها ضعف، فدوت يحط تحميل اكتر عليه عشان هو بقى يثبت كتفك بدل العضلات دي كده تاني حاجه. تالت حاجه ببساطه جدا ان يحصل اختناق للوتر دوت نتيجه بقى مشكله في الكتف ونتيجه شد في بعض العضلات وضعف في بعض العضلات. مش عايز ادخلك في تفاصيل، وببساطه جدا عشان ما اطولش عليه خلينا كده نبتدي في التمارين على طول. وببساطه جدا اول حاجه معانا واول تمرين، انا هعتبر عندي المشكله في ايديا اليمين، فعشان كده هعمل كل التمارين على ايديا اليمين. هجيب ايديا الشمال وهجيب صباعيني كده وهحطها في المكان اللي هو ما بين صدري وما بين دراعي. هحط كده صباعيني وابتدي اضغط ضغط بسيط، وانا بضغط هحرك صباعيني كده واطلع لفوق اهو وانزل لتحت، اطلع لفوق وانزل لتحت. بضغط ضغط بسيط، ما بضغطش ضغط جامد جدا بحيث ان انا ما اسببش الم، وفي نفس الوقت ما بحطش بس كده صباعي افضل احركه، لا ضغط بسيط وبحرك ايديا كده اهو لفوق ولتحت. واعمل كده لمده دقيقتين. اكيد انت تحس بوجع بس وجع يحتمل، اعمل او دوس لحد الوجع اللي تقدر تستحمله، ما تدوس فيه بقى جامد قوي فتحس بالم شديد. ودوت كده ببساطه جدا كان اول تمرين معانا. تاني تمرين معانا بكل سهوله ان احنا نبتدي نعمل استرتش لعضله الباي، وهو اني بجيب ايديا دي كده اللي هي فيها المشكله وبتنيها كده وبحطها ورا مني بقى على السرير على اي حاجه ساندها، وابتدي بكل سهوله ببعد على المكان اللي انا ساند ايديا عليه وابتدي انزل واحده واحده. وانا بنزل واحده واحده بحس كده ان هنا في ستريتش في المكان اللي فيه الوجع وكمان في كل الباي عندي. دوت اللي انا عايزه. بقعد فيه لمده من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه، وبعد كده ريح، وبعد كده كرره كمان مرتين. التمرين تاني بكل سهوله، ايديا دي تانية اهو كده وساند على ظهر ايديا وفارد كوعي، وابتدي ابعد عن الحاجه اللي ساند عليها ايديا وانزل واحده واحده لحد ما احس ان في ستريتش في الباي عندي كده من قدام وفي الوتر او في المكان اللي فيه الالم عندي. بقعد في وضع الاسترتش دوت زي ما قلنا 15 ثانيه او 30 ثانيه، من 15 ثانيه ل 30 ثانيه، واريح واكرره كمان مرتين يعني 3 ادوار. ودوت كده ببساطه جدا كان تاني تمرين معانا. تالت تمرين معانا هنجيب فيه اي وزن. انا هنا جايب حاجه عمليه موجوده في البيت، انا عندي اوزان بس قلت اجيب حاجه عشان يكون مثال للناس. جبنا ازازه ميه كبيره ومليسها ميه، ممكن انت تجيب ازازه ميه صغيره، ممكن تجيب كيس سكر، كيس رز، اي حاجه ممكن تعمل بيها التمرين تقدر تمسكها. وببساطه جدا هجيب ايديا دي كده اللي هي السليمه، ارفع بيها الوزن ده وارفع بيها ايديا كده، اخلي ايديا متنيه واخلي كوعي متني كده اهو، وابتدي بكل بساطه افرد ايديا واحده واحده، وافرد وانا بفرد كوعي كده بنزل ايديا جنب مني واحده واحده، وانا بعد 6 عدات في الزمن بتاع 6 عدات لحد ما اوصل للاخر. ما اقومش بقى رافع ايديا كده، لا بكل بساطه هقوم ماسك بايديا السليمه ايديا دي كده ورافعها بالوزن اهو، واكون تاني ايديا كده وابتدي واحده واحده بكل بساطه فارد كوعي وانا مريح ايديا وانا بعد 6. 1 2 3 4 5 6. دي كده عدة. وبعد كده اقوم ماسك ايديا تاني واقوم مطلعها افرد واحده واحده. 1 2 3 4 5 6.
وهكذا، واعمل الحكايه 3 ادوار، كل دور فيه 10 عدات. ودوت كده كان تالت تمرين معانا. رابع تمرين معانا ببساطه جدا ان انا ببتدي اقوي العضله او بعمل تمرين العضله بطريقه معينه. ان انا بكل بساطه ببتدي ان انا وانا فارد كوعي كده والايديا تحت كده، ببتدي احاول ان انا اتني كوعي وارفع دراعي كاني بالظبط عايز اتني كوعي كده وارفع كده، ولكن انا بايديا التانيه بدي مقاومه عشان خاطر امنع الحركه دي. ولكن المقاومه ما بتكونش شديده ولا الزقه بتكون شديده، لا، بعمل بالمقدار اللي ما يحسنيش ان في الم، في شويه وجع قادر استحملهم ولكن مش الم كبير. فبكل بساطه انا هنا اهو مدي مقاومه، ولكن انا بايديا دي بحاول اتني كوعي وفي نفس الوقت بحاول ارفع دراعي. يعني انا لو سبت القوه دي كده هلاقي ان انا عملت كده، بس طبعا انا مدي قوه اهو. وابتدي اعد 6 عدات، 1 2 3 4 5 6، وبعد كده بريح 6 عدات، 1 2 3 4 5 6. وبعد كده ببقى عامل ايه؟ تاني كوع شويه ورافع ايدي كده شويه، واعمل نفس الحكايه، احاول ان انا اتني وان انا ارفع دراعي بس انا مدي قوه بايديا، مقاومه خفيفه اقدر استحملها، واعد 6 عدات، 1 2 3 4 5 6، وبعد كده رايح 6 عدات. تالت مره هكون ان انا رفعت اكتر وتنيت اكتر، واحاول برضو ان انا اتني اكتر وارفع اكتر، بس طبعا نفس الحكايه بدي مقاومه بايدي واعد 6 عدات، 1 2 3 4 5 6. ودوت كده عده واحده، بكرر العده دي يبقى 10 مرات، ودوت كده يبقى دور، وبعد كده اريح واعمله كمان دور كمان، يعني دورين كل دور فيه 10 عدات، كل عده عباره عن 3 زوايا. اول حاجه وانا كوعي مفرود ودراعي تحت وبدي مقاومه واعد 6 عدات واريح، وبعد كده برفعه سنه واتنيه سنه وبرده بدي مقاومه واحاول اعيد 6 عدات، وبعد كده بتنيه اكتر وارفعه اكتر وادي مقاومه واعيد 6 عدات. ويبقى دوت كده التالت تمرين معانا. رابع تمرين معانا بكل بساطه هو تمرين ستريتش، اني بكون قاعد كده على اي سرير او على اي حاجه، وابتدي احط ايديا الاثنين ورا مني كده، وبكل بساطه ببتدي ان انا ارفع صدري. اول حاجه انا حاطط ايديا ورايا على طول، ولكن اكتر حاجه اقدر اوديها فيها ايديا، يعني ببعدها عني على قد ما اقدر، وببتدي انا في الوضع ده ارفع صدري لفوق كده على قد ما اقدر. كل ما برفع صدري بحس ان في ستريتش ابتدى يحصل كده هنا، هفضل ارفع لحد ما يكون في ستريتش يحتمل عند منطقه صدري، واقعد في وضع الاسترتش دوت زي اي تمرين استرتش عادي جدا لمده من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه، وبعد كده بريح 30 ثانيه واكرره كمان مرتين. التمرين بكل سهوله، حاطط دراعين الاثنين بوسع كتفي كده ورا مني، ابتدي ارفع صدري كده لحد ما احس ان في ستريتش في صدري، بقعد فيه من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه، وبعد كده اريح واكرره كمان مرتين، وبس كده. ودوت كده ببساطه جدا كانت التمارين اللي ان شاء الله لما تمشي عليها وتعملها مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، كل مره بالعدد والتكرار اللي قلنا عليه لكل تمرين، ان شاء الله هتلاقي ان الالم اللي موجود عندك في كتفك وفي دراعك من قدام بيقل تدريجيا لحد ما يختفي تماما. وطبعا لو الفيديو عجبك واستفدت بحاجه، ما تنساش ان انت تعمل لايك، ده بيساعد ان الفيديو يوصل لاكبر قدر من الناس هم كمان يستفادوا بيه، وهيفرق جدا معانا ان المعلومه توصل لناس كتيره جدا. وكمان هسيب لك لينك اكونت انستجرام بتاعنا في صندوق وصف الفيديو، تقدر تعمل فولو عليه ونبقى اصحاب بقى ونعرف بعض اكتر. وبس كده، بتمنى لك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله، مع السلامه.